رب يا رب يا رب يا رب يا زيزو. ايه ده؟ كان هذا والمصحف كان هذا. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار. في العارضه يا راجل ينفع كده يا حسن؟ ما انا يا باشا ما اقدرش ارش العارضه. رد فعل مشجع النادي الاهلي بعد ضياع زيزو وضربه الجزاء امبارح قدام المصري. هو طبيعي يا باشا، يعني هو لازم يحصل كده طول ما محمد طاهر ده بيلعب اساسي في النادي الاهلي، وطالما برضو احمد نبيل كوكا بيلعب في النادي الاهلي، يعني الاثنين دول ما ينفعش اصلا ان هم يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي. دي اول حاجه. تاني حاجه، النادي الاهلي لعيبته بتلعب بطريقه فرديه، فخلاص هو كل واحد بيفكر في نفسه وكل واحد عايز يجيب الجوان لنفسه والكلام ده، ومحدش بيلعب بطريقه جماعيه اصلا. يعني انت قدامك فرقه بتدافع طول 90 دقيقه، فانت مش هتلعب بالشكل اللي انت تخليك تعرف تجيب جون. انت ضربه الجزاء دي جت كده يعني، فمش عايزين نتكلم ان هي صح او غلط الكلام ده، دي حاجه تحكيميه بس. برضه احنا لو هنتكلم كاداء، النادي الاهلي ما عملش اي حاجه خالص، هو اللي ظلم نفسه، هو اللي كان المفروض ان هو يلعب باداء احسن من كده. النادي الاهلي من اول الموسم وهو اداؤه مش احسن حاجه من اول الموسم خالص. يعني انا واحد، هو انا ما بشجعش الاهلي، بس انا لما بطلع اتكلم انا بطلع اتكلم في الصح. بقول النادي الاهلي حتى لو هو كسب اداؤه برضه مش احسن حاجه، لو خسر اداؤه برضه لو كويس او مش احسن حاجه. فانا بتكلم بما يرضي الله. النادي الاهلي يعني هو كان ماسك الماتش بس عشان النادي المصري كان بيلعب اداء دفاعي بحت، هو اللي كان مخليك تمسك الكرة، والنادي المصري كان بيدافع بس ما بيعملش اي حاجه في الملعب. وانت مش عارف تجيب جون بلعيبتك اللي انت جايبهم بمليارات، فانت هتعرف تجيب جون امتى؟ يعني انت الماتش اللي انت بتطلع بيه كلين شيت مش عارف تكسب، والماتش اللي انت بتجيب فيه جوان ما بتطلعش كلين شيت. طب انت هتعمل ايه؟ يعني انت جايب فرقه كلها مليارات ومش عارف تكسب في المركز الثاني بفرق 3 نقط على سيراميكا اللي هو المركز الاول دلوقتي. فدي حاجه بصراحه انا مستغربها، يعني سيراميكا المركز الاول ازاي؟ انا مش فاهم. فالاهلي مش في مستواه، الزمالك مش في مستواه، مع ان الزمالك كسب امبارح لكن برضه مش في مستواه. بيراميدز لسه قدامه ماتشات كتير، بيراميدز لما لو كسب المطوشه بتاعته كلها ممكن يبقى الاول. فحاول النادي الاهلي لازم يراجع نفسه، لازم يشوف يعمل ايه الفتره اللي جايه، لازم اللعيبه تلعب باداء جماعي اكتر من كده. يسرب لازم يحذر اللعيبه ان هي تلعب باداء احسن من كده، واللي مؤثر يقعد دكه، ما فيش اي مشكله. فلازم اللعيبه تركز اكتر من كده عشان نشوف دوري كويس واللعيبه تشتغل بشكل احسن.